السلام عليكم ورحمة الله. خير ما نبدأ به قصتنا اليوم هي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الشاب اليتيم الذي طردوه إخوته في الشوارع. في قرية صغيرة هادئة كان هناك منزل قديم يعيش فيه أب وأم مع أبنائهم الأربعة. الابن الأصغر سامي كان طيب القلب وهادئ الطباع، لكنه كان دائما يشعر بأنه مختلف عن إخوته الثلاثة. كانوا دائما يبتعدون عنه ويتجاهلونه، وأحيانا يتعمدون مضايقته بطرق مختلفة. كان سامي يحب الجلوس في الحديقة يصنع أشكالا من الخشب، بينما إخوته يلهون معا دون أن يدعوه لمشاركتهم. إذا حاول الاقتراب منهم كانوا يضحكون عليه أو يختلقون له مهمة ليبتعد عنهم. في كل مرة كان يبتسم وكأن الأمر لا يهم، لكنه كان يشعر بوحدة شديدة. ذات يوم كان سامي يحمل كوبا من الحليب الساخن عندما اصطدم به أخوه الأوسط عمدا، فسقط الكوب من يده وانكسر. ضحك الإخوة بينما انحنى سامي ليلتقط القطع المكسورة. دخلت والدتهم وسألته عما حدث، لكنه اكتفى بالقول إنه كان غير منتبه وأسقطه بنفسه. لم يرد أن يخبرها بالحقيقة حتى لا تحدث مشاكل بينه وبين إخوته. في صباح آخر كان سامي يحاول إصلاح لعبته المفضلة. عندما جاء أخوه الأكبر وأخذها منه رماها بعيدا وقال: لماذا تهتم بهذه الأشياء التافهة؟ شعر سامي بالحزن لكنه لم يجادل. ذهب لالتقاطها وأعاد تجميعها بصمت. مرة أخرى أثناء تناول الغداء قام إخوته بمبادلته مقعده عمدا كلما حاول الجلوس، حتى انتهى به الأمر في الزاوية وحيدا. نظر إليهم وهم يضحكون بصوت منخفض، لكنه لم يقل شيئا. والدهم لاحظ صمته لكنه لم يسأل، فقد كان سامي دائما هادئا ولم يكن من النوع الذي يشتكي. في أحد الأيام قرر سامي الخروج إلى النهر القريب لصيد الأسماك. كان يحب الجلوس هناك يستمع إلى صوت المياه ويتأمل الأشجار من حوله، لكنه فوجئ بإخوته يأتون وراءه. لم يكونوا هناك للعب معه، بل ليأخذوا منه سنارته، قائلين إنهم يريدون استخدامها بأنفسهم. لم يعترض سامي، فقط جلس يشاهدهم وهم يحاولون الصيد دون جدوى. مرت الأيام واستمرت مضايقاتهم. كانوا يخفون دفاتره، يربطون حذاءه ببعضه عندما لا ينظر، ويأخذون حصته من الحلوى عندما لا يكون منتبها. كان يعلم أن والديه لو عرفوا فلن يسمحوا بذلك، لكنه لم يرد أن يكون سببا في الخلافات داخل المنزل. ذات ليلة بينما كان الجميع نائمين جلس سامي بجانب النافذة ينظر إلى السماء. كان يفكر في السبب الذي يجعل إخوته لا يحبونه. لم يفعل لهم شيئا سيئا، لكنه كان دائما يشعر بأنه غير مرغوب فيه. تمنى لو أن الأمور كانت مختلفة، لكنه لم يكن يعرف كيف يجعلهم يتقبلونه. في الصباح التالي استيقظ مبكرا، خرج إلى الحديقة وبدأ في العمل على مشروعه الصغير، بيت خشبي للعصافير. كان يحب العصافير لأنها لم تكن تؤذي أحدا، وكانت دائما تعود إلى نفس المكان إذا وجدت فيه الأمان. أثناء عمله اقترب منه أخوه الأوسط وسأله عما يفعل، لكنه لم ينتظر الإجابة، بل أمسك البيت الخشبي ورماه على الأرض. وقف سامي ينظر إلى البيت المكسور، شعر بغصة لكنه لم يبكي، فقد جمع القطع بصمت وأعاد ترتيبها. لاحظ الأب ما حدث من بعيد، لكنه لم يقل شيئا، فقد أراد أن يرى كيف سيتعامل سامي مع الموقف. في يوم آخر بينما كان سامي يلعب وحده بجوار النهر، قرر إخوته أن يختبروا شجاعته. اقتربوا منه وقالوا إنهم سيتحدونه في القفز إلى الماء من فوق صخرة عالية. رفض سامي، لكنه عرف أنهم لن يتركوه وشأنه. وقفوا يضحكون عليه قائلين إنه جبان. لم يرد عليهم، فقط جلس على حافة النهر ينظر إلى الماء. أحيانا كان يتساءل إن كان عليه إخبار والديه، لكن كل مرة كان يقرر أنه لا يريد المشاكل. لم يكن يريد أن يكون سببا في أي خلاف بينهم، حتى لو كان ذلك على حساب راحته. مع مرور الأيام بدأ يلاحظ أن والده يراقب تصرفات إخوته بصمت، وكأن هناك شيئا سيحدث قريبا. مرت الأيام وكبر الأبناء، ولم تتغير معاملة الإخوة الثلاثة لأخيهم الأصغر سامي. كان دائما في الظل، يعمل في الحقل ويساعد والدهم دون أن يشتكي. أما هم فكانوا يقضون وقتهم في اللعب واللهو، لا يهتمون بشيء سوى أنفسهم. لكن في يوم من الأيام مرض والدهم مرضا شديدا. حاول سامي أن يعتني به، يجلب له الماء والطعام،
ويسهر بجانبه كل ليلة، بينما إخوته كانوا يتجنبون المكوث معه لفترات طويلة. كانوا يعلمون أن والدهم لم يعد قويا كما كان، لكن لم يكن ذلك يعني لهم الكثير. وفي صباح حزين رحل والدهم عن هذه الدنيا. امتلأ المنزل بالحزن، وبكت والدتهم بحرقة، بينما وقف سامي أمام فراش أبيه لا يستطيع تصديق الأمر. أما الإخوة الثلاثة فرغم أنهم حزنوا قليلا، إلا أن شيئا آخر كان يشغل تفكيرهم: الميراث الكبير الذي تركه والدهم. بعد أيام قليلة من الدفن، اجتمع الإخوة الثلاثة في الغرفة الكبيرة يتناقشون حول كيفية تقسيم الميراث. كان سامي جالسا بعيدا عنهم، يعلم جيدا أن لا أحد منهم سيعطيه اهتماما. كانوا يتهامسون ويتناقشون، ثم أخيرا نظر إليه أكبرهم وقال ببرود: أنت لا تستحق شيئا، لم تكن مثلنا ولم تكن جزءا منا. تفاجأ سامي بكلمات أخيه، لكنه لم يرد. لم يكن يتوقع الكثير منهم، لكنه كان يأمل ولو قليلا أن يكونوا عادلين. حاولت والدتهم التدخل، لكنهم أسكتوها قائلين: إنهم يعرفون ما يفعلونه. ثم وقفوا أمام سامي وقالوا له بكل وضوح: ليس لك مكانا هنا بعد الآن، خذ أغراضك وارحل. نظر سامي إلى والدته، لكنها لم تستطع قول شيء، فقد كانت ضعيفة أمام أبنائها الكبار. شعر كأنه أصبح غريبا في منزله، المكان الذي عاش فيه طوال حياته. لم يكن لديه خيار آخر، فذهب إلى غرفته، جمع أدواته القليلة، وضعها في كيس قديم، ثم خرج من المنزل دون أن ينظر إلى الخلف. كان الهواء باردا في الخارج، والليل قد بدأ يحل. لم يكن يعرف إلى أين يذهب، ولا أين سيقضي ليلته الأولى خارج المنزل. كانت يداه تمسكان بأدواته التي كان يستخدمها في الحقل، فهذه كانت الأشياء الوحيدة التي يملكها الآن. مشى ببطء، لا يسمع سوى صوت خطواته على الطريق الترابي. كان الطريق طويلا، وكلما ابتعد عن المنزل شعر بثقل أكبر في قلبه. لم يكن يشعر بالغضب، بل بالحزن العميق، وكأن حياته كلها قد انقلبت في لحظة واحدة. كان يعرف أنه لا يستطيع العودة، وأن عليه أن يجد طريقه بنفسه. نظر إلى السماء، كانت النجوم تلمع، وكأنها تهمس له بشيء لا يستطيع فهمه بعد. أخذ نفسا عميقا، وشد قبضته على أدواته، ثم واصل المشي باحثا عن مكان يبدأ فيه من جديد. في تلك الليلة الباردة جلس سامي على حافة الطريق، يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله أن يكون بجانبه. لم يكن لديه مكان يذهب إليه، ولم يكن يملك سوى الأدوات التي حملها معه من المنزل. شعر بالوحدة والخذلان، لكنه كان مؤمنا بأن الله لن يتركه. مرت الساعات ببطء، وكان الليل طويلا وقاسيا. حاول النوم على الرصيف، لكنه كان يستيقظ بين الحين والآخر بسبب البرد، ومع ذلك ظل صامتا ينظر إلى السماء وكأنها الأمل الوحيد المتبقي له. عندما بدأ الفجر يلوح في الأفق، كان جسده متعبا وعيناه ثقيلتين من السهر. فجأة سمع صوت خطوات تقترب. كان تاجر قماش عجوز يسير في الطريق بعربته المحملة بالأقمشة. عندما لمح سامي نائما على الأرض، توقف واقترب منه وقال: أيها الشاب، لماذا تنام في الشارع؟ سأله التاجر بصوت دافئ. فتح سامي عينيه ببطء، شعر بالخجل من حاله، لكنه قرر أن يخبر الرجل الحقيقة. حكى له عن ظلم إخوته، وكيف طردوه من المنزل دون أن يتركوا له شيئا. تأثر التاجر بقصته، ونظر إليه بحزن، ثم قال: لا أحد يستحق أن يعيش بهذه الطريقة، تعال معي وسوف أساعدك. نهض سامي من الأرض، تبعه وهو لا يزال غير مصدق لما يحدث. سار التاجر به إلى متجره الصغير في السوق، وهو متجر يبيع الأقمشة الفاخرة التي يأتي بها من مدن بعيدة. أعطاه التاجر غرفة صغيرة خلف المتجر، بها سرير خشبي وغطاء دافئ، وقال: هذه ستكون غرفتك، والآن أنت تعمل معي. ستتعلم كيف تبيع القماش وتتعامل مع الزبائن. شعر سامي بالامتنان الشديد، ولم يجد كلمات يعبر بها عن شكره. بدأ يومه الأول في العمل بمراقبة التاجر وهو يبيع، يستمع إلى حديثه مع الزبائن، ويرى كيف يختار القماش المناسب لكل شخص. في البداية كان الأمر صعبا عليه، لكنه لم يستسلم. بدأ يحفظ أسماء الأقمشة وأنواعها، وتعلم كيف يقنع الزبائن ويجذب انتباههم. كان يستيقظ باكرا كل يوم، ينظف المتجر ويرتب الأقمشة بدقة، حتى أصبح جزءا أساسيا من العمل. مع مرور الأيام أصبح سامي أكثر ثقة بنفسه، وبدأ التاجر يعتمد عليه أكثر فأكثر. كان الزبائن يحبونه بسبب لطفه وأمانته، وبدأ المتجر يزدهر أكثر من ذي قبل.
في إحدى المرات جاء رجلا يطلب قماشا نادرا لم يكن موجودا في المتجر. بدلا من الاعتذار وعده سامي بأنه سيبحث عنه.